نتيجة طبيعية متوقعة لما يشارك في البطولة نادي مش قادر يتعود على البطولات الخارجية ومش عارف يقدر حجم مسؤولية إنه بيشارك باسم بلد مش باسم نادي. من أيام بس اعتذر مجلس أبو ظبي الرياضي عن استضافة كأس السوبر المصري، رغم إن عقد مجلس أبو ظبي مع اتحاد الكرة لاستضافة السوبر المصري كان المفروض إنه لسه قدامه موسمين كمان. وكان سبب الاعتذار ده هو اللي حصل في لقاء الزمالك وبيراميدز والأزمة الشهيرة من جانب دونجا ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة الأسبق في الزمالك مع أحد مسؤولي الأمن في الإمارات، وإن لحد دلوقتي الزمالك ما قدمش أي اعتذار رسمي للمجلس أو المنظمين. طبعا احنا مش حابين ننتقد أي نادي، لكن ده بس توضيح للفرق بين نادي سبب أزمة كبيرة زي دي وقدم صورة بعيدة عن أخلاق الرياضة في مصر، والنادي الأهلي اللي بيشارك بقاله سنين في بطولات دولية زي كاس العالم للأندية وما حصلش بسببه أي أزمة، بالعكس كان قادر يشرف مصر في كل البطولات. وعشان كده بنقدر نقول دايما بكل ثقة إن اسم الأهلي اسم كبير، مش بس في بطولاته، كمان في أخلاقه.